قضية سكينة غلامور التي حكمت من محكمة ابتدائية بمراكش بالسجن 10 أشهر نافذة و3 سنوات تمنع من وسائل التواصل الاجتماعي هي رسالة لكل المؤثرين والمؤثرات، المشهورين والمشهورات، والفنانين والفنانات، لأن عليكم مسؤولية ولديكم أتباع بالملايين ومحبين، والخوارزميات تكافئ دائما الصدمات، وهؤلاء المتابعين بهم مراهقين ومراهقات يحاولون اتباعات خطواتكم وكذلك ممارساتكم، فأصبحتم تشكلون خطر على القيم المغربية الأصيلة وكذلك قيم ديننا الإسلامي. فعلا هي رسالة ويجب أخذ الدروس والعبر، حيث أصبحت البحث عن الصدمات ورفع المشاهدات وكذلك استجداء اللايكات والتحويل إلى ترندات يدفع بالبحث عن الصدمات لإظهار مناطق حساسة من جسد كل فتاة، والحديث عبر كثير من الإيحاءات عن القنفذ أو القنافذ. المثل العربي الشهير يقول: ليس بالقنافذ أملس، إضافة إلى هذا القنفذ المسكين الذي هو حيوان ثديي لا علاقة له بتلك الإيحاءات، فالذي يحافظ على الخصوصية وعلى السرية ويظهر ليلا يستطيع أن يحقق أهدافه. أما القنافذ الغير المنضبطة فتكون عرضة للافتراس إما من بعض الثعابين العملاقة والكبرى وإما من الغرير وكذلك الثعالب. فمن القنافذ من هوت بأصحابها إلى غياهب السجون، ومن القنافذ بحفاظها على خصوصيتها وتسترها وصلت إلى أرقى الفيلات وأفخم القصور.